بعد تداول مقاطع فيديو في تيك توك لشابة سعودية تدعى ديم، مستخدمون زعموا أن ديم ما هي إلا ابتهال ليفتح باب جديد من التكهنات. لكن ما قصة ابتهال المطيري؟ ابتهال اختفت عن الأنظار عام 2006 عندما كان عمرها 3 سنوات فقط بعد خروجها من منزل أهلها في محافظة المجمع بالرياض، ولم يتم العثور عليها حتى الآن. ديم التي يزعم الآن أنها ابتهال انتقدت كل من يروج بأنها هي الطفلة المفقودة. كما أكد حساب في تويتر منسوب لعم ابتهال أنه لا علاقة لديم بابنة أخيه. قبل سنوات تداول الإعلام السعودي قصة مختلفة عن ابتهال. أنه كانت تعمل لديهم خادمة، طلب من هذه الخادمة أن يتم التخلص من هذه الفتاة وترمى في كرتون المسجد ولا تروح. وحسب التقرير فإن عائلة ابتهال تخلت عنها لتنشأ في بيت إحدى العاملات المنزليات. ما طوع هذا البنت، راحت رب البنت بدون رعاية ولا أكلمكم. وين أهلها يجمعونها؟ ورغم تعدد الروايات والتخمينات لم تبت السلطات رسميا في قضية ابتهال حتى الآن.